هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية. عايزين نتكلم عن الموضة والفاشن، ودي حاجة اكتر حاجة انا بحبها فعلا. طبعا كلنا شفنا مهرجان الدراما، وشفنا الفنانات والفساتين اللي كانوا لابسينها. مين كان لابس اكتر حاجة مناسبة ليه ولجسمه، ومين اللي ما توفقش في اللبس. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان يجيلك اشعار اول ما فيديو ينزل. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول صوره معانا صوره الفنانه لبلبه، فنانه كبيره وقديره. الفستان يا جماعه اللي هي لابساه انا شايفاه هو مناسب جدا لسنها. اللون القصة يعني لايق على جسمها، بس في كده حاجات بسيطة قوي هي يعني ما توفقتش فيها. اول حاجة البروش اللي هي حطاه عند منطقة الصدر ده، يعني مكانه ملوش لازمة خالص وزيادة في البهرجة. يعني كان ممكن تكتفي بالحلق بس. كمان الاسورة اللي هي لابساها في ايديها هي اسوره جولد، فالجولد مع السيلفر مش مستحب قوي حتى لو ده ترند او موضة، بس هو في مكان زي ده بيبقى له القواعد بتاعته، ومفروض انها تلبس حاجة كلاسي وشيك. الموضوع الاسوره الذهبي دي بصراحه ما كانش ليها اي لازمه. سوري يا جماعه، نسيت احط المايك، معلش انا جديده في موضوع المايك ده فسامحوني. فتاني اطلاله معانا للفنانه الهام شاهين. بصراحة هي ما كانتش موفقة خالص في الفستان بتاعها. طبعا هي المفروض الفستان ده لمهرجان يعني ريد كاربت، يعني بتبقى حاجة شيك قوي. اللي هي لابساه حاجة بوهيميان، الحاجات المنقوشة دي والبرينتس بتاعتها كتيرة وكبيرة. طبعا مش لايقة خالص مع الحدث، وكمان هي جسمها مليان، فالبرينتس دي بتدي حجم اكبر. فما كانش ينفع انها تلبس حاجة زي كده. كمان فتحة الصدر كبيرة، برضو دي حاجة غير مناسبة لسنها وعامة كإثكس او كقواعد اخلاقية بالنسبة احنا لينا كشرقيين. كانش حلو عليها بصراحة، ومش لايق ومش مناسب للحدث. الفستان اللي بعد كده للفنانة روجينا، هي جسمها بتيت فبيليق عليها طبعا الحاجات المنفوشة. اللون حلو قوي مع درجة السمار بتاعتها، بس اللي هي كانت مش مظبوطة قوي معاها ان الفستان فوليوم من فوق وفوليوم من تحت، يعني فوليوم من كل حتة. فهي عشان بتيت فكان الاحسن ليها ان هي يا اما فوق يبقى منفوش، يا اما تحت ما يبقاش الاتنين من فوق ومن تحت. كان هيبقى الطف بكتير وهيبقى احلى عليها. الاطلالة اللي بعد كده لرانيا يوسف، يعني هي رانيا يوسف حاولت السنة دي انها ما يبقاش الحاجة اللي هي دايما بيبقى حواليه مسار للجدل. فلبست فستان طويل قوي وسيمبل، هو سيمبل بزيادة، يعني حتى القماش مش قماش فخم او قماش مثلا تحس ان هو الفستان فعلا قيم. تصميمه سيمبل، لا هو الفستان تحس ان هو بسيط زيادة عن اللزوم، اقل من مستوى الحدث. كمان الضفيرة طويلة قوي زيادة عن اللزوم، برضو شكلها غريب بالنسبة للمكان. التوتال المنظر كله على بعض مش احسن حاجة. بعد كده الاطلالة بتاعت الفنانة دينا الشربيني طبعا لفتت النظر جدا، وكل الناس كانت مسار جدل في اللي قال حلو في اللي قال مش حلو. هي طبعا اتبعت الموضة بتاعت الكالر بلوك، اللي هو يبقى الوان قوية، الازرق والاخضر. اوكي، هو الازرق والاخضر حلوين جدا، بس هما الحقيقة اللون الازرق ده مش مناسب لدرجة بشرتها. هي عاملة تانينج بزيادة، لونها غامق قوي على اللون الازرق، فما كانش حلو معاها الالوان دي.
كمان منطقة الصدر كان فيها حاجة مش مظبوطة. الموديل ده يعني موجود او هو موضة، بس هو مش متناسب طبعا مع ان احنا شرقيين، وفي نفس الوقت هو ما كانش مظبوط. كمان ما كانش مظبوط الفستان من عند منطقة الوسط، ما كانش مبين وسطها. هي جسمها حلو جدا ومنطقة الوسط عندها رفيعة، بس الفستان ما كانش مبين ده، فهي ما توفقتش قوي في اختيار الفستان ده. بعد كده اطلالة الفنانة منة شلبي، ودي من احلى الاطلالات ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني فعلا، من اكتر الفساتين اللي عجبتني فستان منة شلبي. قد ايه بسيط وشيك وراقي لاقصى درجة، لايق عليها وعلى جسمها. فستان من الحرير لونه لايق جدا مع درجة بشرتها، مجوهرات بسيطة، لابسة بس حلق في نفس درجة الفستان، فقد ايه شيك وجميل. الاساور في ايديها اللون السيلفر، وخاتم واحد في الصباع ده، وكمان كلاتش بسيط، والشوز نفس اللون، فقد ايه مظهر رقيق. المكياج بتاعها بسيط ورقيق، دي من الحاجات اللي فعلا كل ما الواحد يبقى بسيط وسيمبل كل ما يبقى راقي وشيك. وانا من المدرسة دي جدا، الناس المقتنعة جدا ب ان كل ما بتبقي بسيطة كل ما بتبقي اشيك. فهي كانت اطلالتها جميلة، برافو منة شلبي. بعد كده اطلالة الفنانة منى زكي. طبعا منى زكي من الناس اللي هي ايكون في اللبس وفي الموضة وفي الشياكة، زائد انها طبعا فنانة كبيرة. الفستان اللي هي لابساه من دار ازياء سان لوران، فطبعا هو دار ازياء عالمية ومشهورة. لونه مش لون صيفي، اللون الاسود مقفول بكمام وطويل، وهي اصلا جسمها بيتيت فمش مبين جمال جسمها. طبعا المجوهرات اللي لبستها هي ادت يعني لون للفستان، او اللي هي نطقت الفستان، بس الفستان مش احسن حاجة لبستها. معلش انتي ما توفقتيش يا منى المرة دي. بعد كده اطلالة الفنانة سلمى ابو ضيف. سلمى ابو ضيف على فكرة من الفنانات اللي هي ايكون في الموضة برضو، هي بتلبس دايما حاجات تريندي وفاشنبل جدا. جسمها مساعدها، جسمها حلو قوي. الفستان بتاعها لونه صيفي قوي، اللون اللايم جرين المايل على الاصفر، فحلو جدا عليها، لايق عليها وعلى جسمها. عامله لما شعرها بطريقه ظريفه، الميك اب بتاعها بسيط، فحلوة قوي يعني الفستان. برافو عليكي يا سلمى. طبعا يا جماعة في فنانات كتير قوي وفساتين كتير قوي، بس انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. قولولي ايه اكتر فستان عجبكم في مهرجان الدراما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير مع اصحابكم، وتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك والتيك توك، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. Closed doors, I'm a fool for your love.